مساء الخير مشاهدينا، أنا حنان عمر جيلاني وأقدم لكم نشرة 10 كالعادة. دائما نبدأ بالعناوين. كلية الهندسة والتكنولوجيا تخرج 424 طالبا وطالبة. عقد اجتماع لمناقشة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهلية في بارنتو. الدراج الإريتري هينوك مولو برهان يتوج بصفوف كونغاي لعام 2023. واشنطن سترسل طائرات F-16 إلى الخليج نهاية الأسبوع. شقيقة الزعيم الكوري الشمالي تتوعد الولايات المتحدة بردع نووي ساحق. 24 قتيلا و10 مفقودين جراء فيضانات في كوريا الجنوبية. خرجت كلية الهندسة والتكنولوجيا في ماينفح يوم أمس 15 من يوليو للمرة 16 في تاريخها 424 طالبا، من بينهم 146 طالبة بدرجتي الدبلوم والبكالوريوس. كان التخرج في 17 مجالا للدراسة مستوى البكالوريوس، منهم 27 طالب تخرج في الهندسة المدنية و25 في الهندسة الكيميائية و24 في علوم وهندسة الكمبيوتر و21 في الهندسة الكهربائية والإلكترونية و19 في هندسة التعدين و15 في الهندسة البحرية و14 في الهندسة الميكانيكية و8 في الهندسة الزراعية. بينما خرجوا الدبلوم هم 38 في تكنولوجيا التعدين و36 في تكنولوجيا الإلكترونيات و32 في تكنولوجيا الهندسة المعمارية و30 في تكنولوجيا الإلكترونيات و29 في التصميم والمسح و29 في تكنولوجيا المحركات و27 في تكنولوجيا تطبيقات الكمبيوتر و26 في تكنولوجيا الكمبيوتر والشبكات المرتبطة و24 عبارة عن مبردات تكنولوجية. قال عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا الدكتور كحسي نقسي في مناسبة التخرج التي حضرها مسؤولي الحكومة والجبهة والضيوف ورجال الدين ومسؤول الكلية والآباء والخريجين إن الكلية تساهم في التنمية الاقتصادية الإريترية من خلال تدريب الطلاب المؤهلين وتوفير المناهج الدراسية للحد من الاعتماد على المعلمين الأجانب، وتعمل على تعزيزهم. وأضاف الدكتور كحسي قائلا إن الكلية تعمل على توسعة وتحديث مبانيها على مدى السنوات الأربعة الماضية، لكنها تواجه تحديات في البنية التحتية الحديثة ونقص المعدات والمرافق الملائمة والقدرات الأكاديمية والإدارات الكافية. من جانبه أشاد ممثل الخريجين بجميع أولياء الأمور والمعلمين والمشرفين الذين أوصلوهم إلى هذا المستوى، وأكد لهم أنهم سيتضلعون بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم من قبل الشعب والحكومة في المحافل القادمة. شهدت المناسبة منح شهادات ل 28 طالبا وطالبة حققوا نتائج ممتازة في دراساتهم. تضم الكلية حاليا 86 عضوا من أعضاء هيئة التدريس و43 منهم إريتريون و17 أعضاء هيئة تدريس إريتريين ظلوا يتابعون دراساتهم العليا في بلدان مختلفة. ومنذ تأسيس الكلية عام 2008 إضافة إلى خريجي هذا العام، خرجت ما مجموعه 6907 طالبا، منهم 3340 بدرجة البكالوريوس و3567 بالدبلوم. عقد اجتماع يوم 11 من يوليو لمناقشة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهلية في مديرية بارنتو إقليم الكاشبركة. وتم خلال الاجتماع تقديم تقرير مفصل عن مزايا ونواقص البرامج المنفذة في قطاعات الصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم في النصف الأول. تم نشر أطباء مدنيين في معظم الضواحي لتوسيع نطاق التغطية الخدمات الصحية، وزادت نسبة الولادة في المرافق الصحية ب5 أضعاف، فيما سجل تطعيم فيتامين أ 88%. وقد مكنت الجهود المبذولة لتوسيع فرص التعليم
للمواطنين من الوصول إلى فرص التعليم الأساسي، وتم اتخاذ الحلول اللازمة من خلال التنسيق مع لجنة أولياء الأمور لمعالجة أوجه القصور التي تمت مواجهتها في عملية التعليم والتعلم. وقد نفذوا برامج مختلفة لضمان الرعاية الاجتماعية للمواطنين ومساعدي ذوي المستوى المعيشي المتدني المتضررين من الحرائق وأسر الشهداء. كما أجريت الشرطة لقاءات بالمواطنين بالتركيز على منع الجريمة والمخالفات وحققت نتائج إيجابية. قال مدير مديرية بارونتو بالإنابة السيد يماني محاري إنه إلى جانب الخدمات الإدارية المنتظمة فإن النظافة البيئية التي يقودها المجتمع المدني وزيادة مشاركة الطلاب في المدارس وتوسيع الوصول إلى المرافق الصحية وتعزيز المشاركة المجتمعية في الأنشطة المديرة للدخل قد أعطت نتائج إيجابية. في الختام قدم المشاركون آراء وتوصيات بناءة. تلقى 189 موظفا حكوميا من جميع المؤسسات والحكومة والإدارات في الإقليم الجنوبي تدريبا لتعزيز مهاراتهم في مجال المؤشرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية من 3 يوليو إلى 11 يوليو. وشمل التدريب الذي تم تنسيقه من قبل مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم موضوعات مثل دور وأيديولوجية السياسة والتنظيم وتاريخ إريتريا من العصور القديمة حتى الاستقلال، والدين من حيث التاريخ والتأثير والحرب النفسية وتأثيرها، ودور الثقافة والتراث في بناء الهوية، وكذلك الميثاق الوطني. وفي ختام التدريب قال رئيس الشؤون السياسية في الإقليم الجنوبي التابع للجبهة السيد إدريس علي إن التدريب تم بهدف تعزيز الأنشطة السياسية والتنظيمية للموظفين العاملين في مختلف المؤسسات الحكومية. قالت سكرتير الجبهة في الإقليم السيدة أمة نجوسي إن استراتيجية تطوير وبناء الدولة تعتمد على الموارد البشرية المخصصة وحثت الكوادر على زيادة دورها في العمل الجاري لزيادة الإنتاجية في القطاعات الرئيسية. وتعهد المشاركون بالمساهمة في جهود بناء دولة مزدهرة ومتطورة تضمن سيادتها من خلال تطبيق الدروس المستفادة. دعا المدير العام لإدارة الشؤون الإدارية والمالية في إدارة الإقليم السيد تكي تولده موظفو الحكومة إلى زيادة مساهمتهم في جميع الجوانب لأنها أساسية في تحقيق برامج التنمية والتصدي الموضوع للتنفيذ. تم تقديم دعم مالي من المواطنين لإعالة أسر الشهداء وتنمية صندوق أمانة الشهداء. شمل الدعم المالي 10,000 يورو من السيد مانا محاري المقيم في مدينة بايرن ميونخ الألمانية لإعالة 15 أسرة شهيد لمدة عامين، والجالية الإريترية في جنيف السويسرية تبرعت 6,400 دولار أمريكي ل9 عائلات شهداء لمدة عامين. فيما تبرعت جمعية إريتريا للإريتريين المقيمة في السويد 10,200 كورونا سويدية لإعالة أسر الشهيد لمدة عامين. بالإضافة إلى ذلك تبرعت جمعية الشعولة في النرويجية ب1000 كورونا، فيما تبرع طلاب مدرسة دندن الثانوية من أسمرة ب7,938 نقفة لصالح صندوق أمانة الشهداء بحسب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية. توج الدراج الإريتري هينوك مولو برهان المحترف في صفوف نادي جرين بروجكت بارديني الإيطالي بطواف كونغاي الصيني الذي اختتم اليوم. وفاز اللاعب البالغ من العمر 23 عاما بقميص الأصفر في سباق الوقت 31 ساعة و14 دقيقة و57 ثانية، وبقميص النقاط الزرقاء ب75 نقطة في 8 مراحل. كما احتل هينوك المركز الثالث في السباق على قميص أسد الهضبة. وحصل نادي جرين بروجكت الإيطالي على الميدالية الذهبية بعد تحقيق هينوك انتصارات باهرة متفوقا على 20 فريقا مختلفا. ودخل هينوك المرحلة الثامنة مرتديا قميص النقاط الزرقاء وانتهى ب3 ثوان
خلف الأرجوائي إيريك أنتوني في الوقت المحدد، وقد نال الثناء من الجهات المختلفة لفوزه بقميصي الشرف. حصد هينوك مولو برهان المتوج بطل أفريقيا لسباق الدراجات هذا العام والفائز التجريبي بالوقت في الجولة الرواندية 200 نقطة من الاتحاد الدولي للدراجات في السباق، وما مجموعه 861.75 نقطة من الاتحاد الدولي للدراجات لبلاده في أحداث مختلفة هذا العام. كما تم استدعاء هينوك الذي عاد إلى بلاده بعد جيرو دي إيطالي، وفاز بالميدالية البرونزية في بطولات الدراجات الإريترية من قبل العديد من فرق السباقات العالمية لأدائه الرائع هذا العام، وينتهي عقده مع النادي الإيطالي هذا العام، وسينضم إلى أكبر الأندية العالمية اعتبارا من الموسم المقبل. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، ابقوا معنا. قال مسؤول رفيع في البنتاغون إن الولايات المتحدة سترسل مقاتلات F-16 إلى منطقة الخليج في نهاية هذا الأسبوع لتعزيز طائرات A-10 التي تقوم بدوريات هناك منذ أكثر من أسبوع. وأضاف المسؤول أن مقاتلات F-16 ستوفر غطاء جويا للسفن التي تتحرك عبر مضيق هرمز، وتزيد من وضوح رؤية الجيش الأمريكي في المنطقة كرادع لإيران على حد تعبيره. ومنذ عام 2019 شهدت مياه الخليج ذات الأهمية الاستراتيجية البالغة سلسلة من الهجمات على سفن الشحن في أوقات التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. ويمر نحو 5 شحنات العالمية من النفط الخام والمنتجات النفطية عبر مضيق هرمز وفقا لبيانات. وتقود الولايات المتحدة منذ سنوات تحالفا ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ونفذت ضربات جوية في سوريا هذا العام، كما تمتلك قوات عسكرية على الأرض في شمال وشرق البلاد لحماية منشآت نفطية تسيطر عليها خارج سيطرة النظام السوري. حذرت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من ردع نووي ساحق ما لم تتخلى الولايات المتحدة عما وصفتها بسياستها العدائية ضد بيونغ يانغ بحسب وسائل الإعلام الرسمية. ودافعت كيم يو جونغ عن إطلاق كوريا الشمالية مؤخرا صاروخا باليستيا عابرا للقارات باعتباره دفاعا عن النفس. وقد أطلقت كوريا الشمالية الدولة التي تمتلك السلاح النووي صاروخا يعمل بالوقود الصلب بلغ مداه 1001 كيلومترا وارتفاعه الأقصى 6648 كيلومترا قبل أن يسقط في البحر الشرقي. وقالت كيم يو جونغ في بيان أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الآن: وقد رفضت الولايات المتحدة التخلي عن سياستها العدائية تجاه كوريا الشمالية، ستسعى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية جاهدة لبناء أقوى رادع نووي ساحق. قتل 24 شخص وفقد 10 آخرون جراء هطول أمطار غزيرة في مناطق عدة من كوريا الجنوبية، فيما طلب من آلاف السكان ترك منازلهم مع فيضان أحد السدود. وتلقى أكثر من 6400 من سكان مقاطعة غويسان وسط أوامر بالإخلاء، بينما بدأت المياه تدفق من سد غويسان جراء الأمطار الغزيرة لقمر القرى المنخفضة القريبة. ولقي عدد من الضحايا حتفهم جراء انزلاقات تربة وانهيار مبان بسبب الأمطار الغزيرة. وقالت وزارة الداخلية إن من بين المفقودين شخصين جرفتهما سيول في واد في مقاطعة كيونغ سانغ الشمالية. وتسببت الأمطار الغزيرة في توقف كل القطارات المنتظمة في البلاد، مع استمرار تشغيل قطارات سريعة وإمكانية تعديل الجداول الزمنية بحسب شركة السكك الحديد الوطنية.
قالت وكالة الفضاء الأوروبية إن موجة حر شديدة تجتاح مختلف أنحاء أوروبا مع تجاوز الحرارة إلى 40 درجة مئوية، مما دفع دولا إلى اتخاذ إجراءات مثل إيطاليا التي أصدرت تحذيرا باللون الأحمر لمواطنيها. وأضافت الوكالة التي تراقب أقمارها الصناعية درجات حرارة الأرض والبحار أن إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا تواجها أوضاعا شديدة الصعوبة بسبب موجة الحر التي يعزوها الخبراء بالأساس إلى ظاهرة الاحتباس الحراري المتسببة في التغيرات المناخية. كما ستستعرض اليونان وقبرص وقرب تركيا لموجة حر شديدة خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن تقفز درجات الحرارة في أثينا إلى 41 درجة مئوية. وهناك توقعات بأن تسجل الحرارة في أوروبا الأسبوع المقبل رقما قياسيا يتجاوز الرقم المسجل في العام 2021 والبالغ 48.8 درجة بجزيرة صقلية جنوب إيطاليا. في الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة. كلية الهندسة والتكنولوجيا تخرج 442 طالب وطالبة. عقد اجتماع لمناقشة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهلية في بارونتو. الدراج الإريتري هينوك مولو برهاني توج بطواف كونغاي لعام 2023. واشنطن سترسل طائرات F-16 إلى الخليج نهاية الأسبوع. شقيقة الزعيم الكوري الشمالي تتوعد الولايات المتحدة بردع نووي ساحق. 24 قتيلا و10 مفقودين جراء فيضانات في كوريا الجنوبية. ختام النشرة، إلى اللقاء.